أعلام وأحداث. طامي بن شعيب توفي عام 1230 هجرية الموافق ل 1815 ميلادية. شجاعة فذة سجلها التاريخ. هو طامي بن شعيب المتحمي من قبيلة ربيعة رفيدة في عسير. برز دوره منذ عام 1224 هجرية الموافق ل 1809 ميلادية، حيث كان طامي مرافقا لابن عمه عبد الوهاب المتحمي أبو نقطة أمير عسير خلال حملة عسكرية قادها الأخير بأوامر من الدرعية ضد الشريف حمود أبو مسمار، استهدفت عاصمته مدينة أبو عريش، ولكن هذه الحملة واجهت مقاومة عنيفة من جيش الشريف حمود، مما نتج عنه مقتل عبد الوهاب في معركة بيش. واختير طامي ضمن هيئة استشارية مع غيره من القادة، ومنهم محمد بن مقرن وغصاب العتيبي، بهدف المضي بالحملة. وقد أظهر طامي براعة عسكرية في التخطيط، فبدلا من الاتجاه صوب أبو عريش اتجه الجيش إلى صبيا، ونجح في دخولها صلحا، ومن ثم العودة دون اشتباك حاسم مع الشريف حمود. أتت الأوامر من الدرعية بتعيين طامي بن شعيب أميرا على عسير خلفا لابن عمه عبد الوهاب، ومنذ توليه في عام 1224 هجرية الموافق ل 1809 ميلادية أبدى نشاطا كبيرا لتوطيد الحكم السعودي في عسير والمخلاف السليماني، وقاد بأمر من الإمام سعود بن عبد العزيز ما بين 1218 وحتى 1229 هجرية الموافق ل 1803 وحتى 1814 ميلادية، قاد حملة مشتركة مع عثمان المضايفي في عام 1225 هجرية الموافق ل 1810 ميلادية لتأديب الشريف حمود أبو مسمار الذي انشق عن الدولة. وقاد طامي عمليات عسكرية ناجحة مكنته من الاستيلاء على اللحية ثم الحديدة، وهي أقصى نقطة وصل إليها النفوذ السعودي جنوبا. وانتهت تلك الحملة بعقد صلح بين الطرفين في عام 1226 هجرية الموافق ل 1811 ميلادية، نص على أن تكون المناطق الواقعة من صبيا وشمالا تابعة للإمام سعود ينوب عنه فيها أمير عسير طامي بن شعيب، بينما تكون المناطق الواقعة من ضمض وجنوبا بما فيها ميناء جازان حتى حدود زبيد تابعة للشريف حمود. ومع بداية الحملات العثمانية المصرية التي قادها محمد علي ضد الدولة السعودية الأولى عام 1226 هجرية الموافق ل 1811 ميلادية، كان لطامي بن شعيب مواقف بطولية، كما كان لصيته دور في تحسب محمد علي له. وتفصيل ذلك أنه في الدور الثاني من أدوار الحرب التي تولى فيها محمد علي القيادة بنفسه، تركزت خطته على تسيير جيوشه إلى 3 جبهات، كانت جبهة الجنوب إحداها، وبدأها بالتوجه إلى ميناء القنفذة عام 1229 هجرية الموافق ل 1814 ميلادية بهدف الاستيلاء عليها. فحاصرت القوات العثمانية المصرية الحامية العسيرية التي كانت ترابط في الميناء وأخرجتها. وفي تلك الأثناء كان طامي متوجها بجيشه إلى الحجاز، فلما بلغته أنباء استيلاء قوات محمد علي على القنفذة اتجه إليهم واستولى على آبار المياه التي كان الميناء يعتمد عليها، فاضطرت قوات محمد علي إلى الانسحاب بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة. وغنم جيش طامي مدافعهم وخيلهم وخيامهم. وسجل ابن بشر تلك الحادثة بقوله: فتجهز طامي بن شعيب برعاياه من عسير وغيرهم وساروا إليهم في القنفذة، فالتقى الفريقان وحصل قتال شديد، ونصر الله المسلمين وانهزمت العساكر المصرية، وقتل منهم مقتلة عظيمة، وأخذوا سلاحا كثيرا ومدافعهم وأمتعتهم. وفي العام نفسه سجل طامي بن شعيب شجاعة وثباتا في مواجهة القوات العثمانية المصرية، فحين أرسل محمد علي قواته لمحاصرة القوات السعودية المتحصنة في بلاد زهران، أمر الإمام عبد الله بن سعود ما بين 1229 وحتى 1233 هجرية الموافق ل 1814 وحتى 1818 ميلادية، أمر طامي بالسير بجيشه لفك الحصار الذي فرضه الجيش العثماني المصري على بخروش بن علاس.
وانضم إلى طامي مقاتلون من قبائل المنطقة، وحدث بين الفريقين قتال شديد انتهى كما يذكر ابن بشر بهزيمة الترك هزيمة شنيعة. وعمل طامي بعدها على الضغط على القوات العثمانية المصرية المتمركزة قرب زهران من خلال غارات متكررة، وكان لهذه الغارات أثرها في قطع الطريق على القوات العثمانية المصرية المتمركزة في منطقة كلاخ شرقي الطائف. كما استدعت أعمال طامي من محمد علي استبقاء 1500 جندي من المشاة في جدة ومكة، خوفا من أن ينجح طامي في الاستيلاء عليهما. ومنذ نهاية عام 1229 هجرية الموافق ل 1814 ميلادية بدأ السعوديون بحشد قواتهم في تربة، وتقدم محمد علي نفسه إلى جهة الطائف، وخاض الطرفان في بداية عام 1230 هجرية الموافق ل 1815 ميلادية معركة بسل، التي تعد من أكبر المعارك الحربية التي خاضتها الدولة السعودية الأولى ضد الحملة العثمانية المصرية، وكانت بقيادة فيصل بن سعود وبمساندة قوية من طامي بن شعيب ورجال عسير وغيرهم من قيادات الجنوب. وشهدت المعركة قتالا ضاريا انتهى بانتصار محمد علي، وتكبد السعوديون خسائر جسيمة. وفي أعقاب المعركة تفرقت الجموع التي اجتمعت من جهات عدة، وتوجه فيصل بن سعود ويرافقه طامي بن شعيب وغيرهم من القواد إلى تربة لظنهم أن القوات ستجتمع فيها بعد الهزيمة، فوجدوها قد تفرقت، ثم خرجوا منها عندما علموا بتقدم محمد علي إليها، فخرج فيصل بن سعود إلى الدرعية، وتوجه طامي وبقية القواد إلى مناطقهم. وكان محمد علي قد ركز بعد احتلاله لتربة على التقدم جنوبا، فاستولى على رنية ثم بيشة، وتقدم إلى بلاد عسير لتتبع طامي الذي احتمى في البداية ببلدته طبب في عسير، ثم غادرها وتحصن بحصن له في مسلية في وادي بيش. وفي تلك الأثناء وصلت إلى المنطقة جيوش محمد علي، وأرسلت في طلب طامي والبحث عنه، فقبض عليه في نهاية المطاف، فأخذه محمد علي معه مكبلا بالحديد إلى مصر، حيث أركب جملا وطيف به، ثم أرسل إلى اسطنبول وشهر به أيضا، ثم أعدم هناك عام 1230 هجرية الموافق ل 1815 ميلادية.